تتجه الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إلى أن تأخذ مكانها في بلادها بعد تهميش مارسته مختلف الحكومات السابقة في حقها. فبعد فتح الفروع للبنوك العاملة في الجزائر بعدد من الدول، ومنح تسهيلات من أجل الحصول على مساكن بمختلف الصيغ بالتساوي مع مواطني الدخل وغيرها من الإجراءات، جاء الدور على السماح لهم بالاستفادة من نظام التقاعد الداخلي رغم الجدل الواسع الذي أثاره ذلك. وبعد ضغوط مارستها جمعيات نواب يمثلون المغتربين الجزائريين بمختلف الدول الأوروبية والخليجية، استجابت بعد حين السلطات الجزائرية لمطلب الالتحاق بنظام التقاعد والحصول على امتيازات التي يوفرها، حيث وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتعلق بمنح حق الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لفائدة المغتربين، الأجراء منهم وغير الأجراء. وأحيل المرسوم إلى الأمانة العامة للحكومة التي تولت نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.